الايطالي المستعمل ولا الصيني الجديد؟ طيب هنتكلم في نقطه مهمه قوي، الا وهي امتى اجيب المستعمل. المكن المستعمل بدل احنا خرجنا بره اطار ان هي مكنه جديده، لا يفرق معايا ماركه ولا يفرق معايا موديل، يفرق معايا حاله المكنه ايه. والميزه اللي موجوده في المكن الايطالي ان هو شغال لحد دلوقتي. المكنه اللي بتبقى متراعيه كويس ومعمول الصيانه القويه بتاعتها كويس، والناس اللي كانت عندهم ناس شغالين عليها كويس، دي بتبقى مكنه قويه، لانها طبيعي هي بيبقى المكن ده امكانياته بتبقى عاليه اصلا. المكن الصيني له فايده، المكن الصيني مميز برضه، بس امتى؟ لما تبقى جايب مكنه تستاهل. بمعنى زي ما احنا كلنا عارفين، وكانت عندنا العقده القديمه قوي اللي هي بتاعت مشكله الصين، ان هو بيجاب حاجات غير معمره. لكن دلوقتي الوضع اختلف، لان اكتشفنا ان النقطه في المكنه الصيني مش المصنع، لا المورد. بمعنى اصح، انت لما بتروح وتتكلم على مواصفات مكنه كويسه، الصين بتعمل لك مكنه كويسه، بتعمل لك حاجات كويسه، وفي ماركات كويسه قوي 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 دلوقتي شغاله وثبتت كفاءتها في السوق. الشغل الالماني او الشغل الايطالي او الشغل الاوروبي، لان هم الناس هناك مقيده بقوانين معينه، ان هو ما يقدرش يطلع اقل من الجوده دي، ما يقدرش يطلع اقل من اللي هو متعود عليه على ليفل معين. ده دايما بيخلي سعر المكنه عالي. بالنسبه للشغل الصيني دلوقتي، لا، ده دلوقتي ما شاء الله في موردين كويسين جدا بقوا يراعوا النقطه دي، ويراعوا فرق التكنولوجيا. والصين صراحه زي ما احنا كلنا عارفين انها ما خلتش، بقت تعمل كل حاجه انت ممكن تتخيلها. فانت لما تيجي تنقي المكنه الصيني لازم تبقى عارف انت هتنقي ايه. هي الفكره، هو بيبقى هيدك عليك شويه، ان انت بتبقى لازم تدرس، لازم تدرس معظم مكون، او تجيب حد دارس فاهم هيجيب لك ايه. هي دي الفكره. في الايطالي انت ما بتفكرش كتير، او الالماني ما بتفكرش كتير، لانه اوريدي هو شغال على الستاندر العالي. فعشان كده احيانا بيبقى المستعمل الايطالي او الالماني لو حالته كويسه بيبقى افضل من الصيني. واحيانا تانية لو انت جبت المكن الصيني وانت عارف انت جايب ايه ودارس مكوناتها كويس، لا ممكن تعدي وتعيش معاك اكتر. فهو السؤال انا عايز ايه، وبناء عليه انا بذلت مجهود قد ايه عشان اجيبه. بس